السلام عليكم. داكشي اللي داروا وليد الركراكي من شحال هذا في كأس العالم بقطر، وماشي غير ما دارش هاد القضيه اللي غنقول لكم، ما دارهاش غير في كأس العالم في قطر، دارها مني تولى المنتخب الوطني المغربي، مني تولى انه يدرب المنتخب الوطني المغربي، دارها حتى النهار سلم المفاتيح ديال المنتخب الوطني المغربي، اللي هو نفس الهجوم. وعارفين ان المنتخب الوطني المغربي عانى وباقي كيعاني من نفس الهجوم، وهذا الشيء كامل راه كيبان ليا حتى المدرب وهبي غادي يديرو، انه غيدير نفس القضيه اللي دار وليد الكراكي، هو الاعتماد على نفس الهجوم، رغم ان الهجوم عندنا كان ناقص مني كانت اصلا وليد الكراكي، كان عندنا مشكل في الهجوم، ما كانش هذيك الاستمراريه في زعما شي لاعب بحال النصيري اللي كان زعما النصيري اللي كان كيماركي في اي ماتش كيماركي، ولا رحيمي ولا الكعبي، كان واحد التذبذب في المستوى ديالهم، ما كانش واحد الاستمراريه، ما كناش قارين على مهاجم اللي غيلعب معنا المقابلات كاملين بنفس النيفو. دائما كنا كنعانيو من التذبذب ديال الحالات ديال كنا كنعانيو من التذبذب ديال المستوى ديال المهاجمين ديالنا. بعض المرات النصيري كان كيكون في الطوب ديالو، بعض المرات كان كيكون الكعبي في الطوب ديالو، بعض المرات كان رحيمي كيفكنا من شي ضربه من شي كيصير لنا شي ضربه جزاء ولا شي حاجه. ما كانش عندنا استمراريه في الهجوم، وكنشوف ان نفس المشكل دابا غادي يعاني منه حتى وهبي، انه غيعتمد لينا على رحيمي وعلى الكعبي وعلى ماشي النصيري، ولكن غادي يشوف شي واحد شي مهاجم اخر اللي كنا قلناه اللي بغى يشوف التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي راه غادي يشوفها في الفيديو اللي فات. كنا توقعنا ان التشكيله غادي تكون ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غادي تعتمد على 26 لاعب. اذا نفس المشكل اللي قلت لكم، ما عرفناش وهبي من غادي يجيب هاد المهاجمين، رغم اننا حنا كنا كنعانيو وغنبقاو نعانيو دائما من التهديف، لان ما عندناش البطوله الوطنيه، البطوله ديالنا ما قادراش انها تولد لنا مهاجمين كبار على مر التاريخ. ما كانوش عندنا، شوفوا ما عمر حنا ما كان عندنا شي مهاجم في التيك، بحال كريستيانو رونالدو، بحال ميسي، بحال نيمار، بحال رونالدو، ما كان عندنا شي مهاجم اللي مزيان. كان عندنا مهاجمين كيتالقوا لفترات غير قصيره صافي كيلعبوا، واخا ما كيكونش عندهم داك، كان البوساتي اللي ماركا 36 بيت، ولكن من هذيك الوقت لدابا ما عمر ما كان عندنا شي مهاجم في التاك، ما عمره ما كان عندنا شي مهاجم بحال مثلا حكيمي اللي كان حاكم دابا في الظهير الايمن، بحال عندنا مزراوي مثلا، بحال اكرد، بحال النيبت اللي كان في الدفاع، بحال حراس المرمى، بحال بونو، بحال محمدي، بحال الزاكي. دائما شو الزاكي سبحان الله العظيم، ولا سميتو، ولا في الدفاع كان عندنا النيبت ولا اكرد ولا بزاف ولا واد ولا بزاف اللاعبين اللي تالقوا في جميع المراكز الا المركز ديال الهجوم اللي دائما كان عندنا مشكل فيه، وما كناش كنلقاو مهاجم كبير اللي غادي انه يهز لنا المنتخب الوطني على كتافه، ويكون انه قادر ينهي جميع الهجمات ديالنا بشي شي بيوتا اللي يكونوا واعرين. كان عندنا دائما نفس المشكل ديال التذبذب ديال المستويات ديال المهاجمين ديالنا على مر التاريخ في كاس في في المنتخب الوطني المغربي، وهذه القضيه منا غادي يعاني منها حتى المنتخب الوطني المغربي، لان مع وهبي في كاس العالم بامريكا غيعتمد، انا اكيد ما غيعتمدش على مهاجم صريح اللي غادي يكون مهاجم راس حربه، انه لا، غادي يعتمد على بزاف ديال المهاجمين اللي كاين على الاطراف، اللي منهم دياز، منهم الخنوس، منهم الزلزولي، منهم الكعبي، منهم رحيمي، منهم شي مهاجم اللي غادي يشوفوا انه كي قلت لكم بقراوي. ولكن باش يكون عندنا مهاجم بالقيمه ديال رونالدو، ولا مهاجم بالقيمه ديال ميسي ولا ديال نيمار ولا ديال سواريز، ولا شي مهاجم راس حربه بحال هاري كين، ولا اللي غادي يكون مهاجم حربه، علاش ما عندناش؟ واش في البطوله الوطنيه ولا في المغرب كامل 40 مليون نسمه ما قادراش انها تنجب لنا
شي مهاجم من الطينه ديال هاد المهاجمين الكبار. علاش دائما كنعتمدوا على دائما كيكونوا عندنا نجوم في وسط الميدان، كيكونوا عندنا نجوم في الاظهره، كيكونوا عندنا نجوم في الدفاع، كيكونوا عندنا نجوم حتى في حراسه المرمى، ولكن ما عمر ما كان عندنا شي مهاجم صريح اللي غادي يقدر انه يهز المنتخب الوطني على كتافه. كنتمنى ان من الجامعه الوطنيه لكره القدم انها تحاول انها تجيب مهاجمين وانها تستثمر في مهاجمين اللي غادي يقدروا انهم ينفعوا المنتخبات الوطنيه كامله. انا هذه القضيه اللي كنشوف انا راه ما كاينيش هذه القضيه ديال التصعود، راه ما عندناش غير في المنتخب الاول، راه جميع المنتخبات الفئات السنيه كامله عندنا نقص في المهاجمين ونقص في التصعود. ما عندناش، كتلقى مهاجمين غير كتلقى عندنا مهاجم وهمي، ما كيكونش عندنا مهاجم صريح في المنتخبات كاملين. وراه ماشي غير في المنتخبات، راه حتى في الفرق الوطنيه، حتى في البطوله الوطنيه، ولا حتى في المتالقين المغاربه اللي كيلعبوا في اوروبا. ما عندناش شي فرقه زعما اللي عندنا شي تصعود اللي محار. واش هادشي داخل في الجينات ديال المغاربه؟ ما عندناش زعما شي تصعود اللي حراقيه، ولا المغاربه كيعتمدوا اصلا في الجينات ديالهم زعما كيكونوا هما كيعطيو بزاف في الاظهره، وكيعطيو في وسط الميدان، كيعطيو في الدفاع، وكيعطيو في الهجوم في حراسه المرمى. ولكن في الهجوم ما عندناش هذاك القناص، ما عندناش هذيك الملكه ديال الموهبه ديال القناص اللي غادي يكون ما كيعرفش هو يراوغ ولا كيعرف، هو كيعرف انه في الكاري يزوز. بحال مثلا الطينه ديال حمد الله. دابا الطينه ديال حمد الله راه قليل في المغرب في المنتخب الوطني. ما كنعرفوا على حمد الله، ما عطاش للمنتخب الوطني واحد القيمه كبيره. ما عرفتش علاش ما عندوش الزهر مع المنتخب الوطني، وما قدرش انه يعطي بزاف للمنتخب الوطني المغربي. ولكن حمد الله من الطينه ديال المهاجمين اللي قليل في المغرب. المغرب حمد الله راه كان من المهاجمين الواعرين في المغرب، واخا ما عطاش للمنتخب الوطني بزاف، ما عرفتش علاش. ولكن راه خاصنا مهاجمين بحال القيمه ديال حمد الله، لان دائما المنتخبات الوطنيه كامله كتعاني من المشكل ديال الهجوم، وخصوصا وهبي. دابا حنا مقبلين على كاس العالم بامريكا اللي غنلقاو مشاكل كبيره في الهجوم. عندنا شوف مشاكل كبيره في الهجوم، بغينا ولا كرهنا. زعما وهبي قدام واحد التحدي كبير باش يلقى مهاجمين، ولا باش يبلور دوك الافكار ديالو البيوته، حيت راه عندنا نقص كبير في المهاجمين. واخا تقولوا لي بقراوي ولا رحيمي ولا كعبي، ما عطاوناش هذاك الانطباع ديال انهم خاضرين انهم يهزوا المنتخب الوطني المغربي على كتافهم. ومني كيشدها الكعبي ولا مني كيشدها رحيمي ما كتسنيش عليها، ما كنكونوش متاكدين بواحد النسبه ل 30% انه بيت. تصور مني كيشدها ميسي ولا نيمار ولا سواريز، كتقول شوف، ولا كريستيانو رونالدو، كتعطي واحد 99% انها بيت صافي. هاد النسبه حنا ما عندناش. مني كيشد شي مهاجم ديالنا كنقولوا 30% 20% حتى 40% انه يقدر يماركيها. وعلى مر التاريخ السيباري شنا النمره 11، السيباري، صابيري، الكعبي، الرحيمي، بزاف دازوا على المنتخب الوطني المغربي. النصيري كان كيبان في مراحل وفي مراحل ما كيبانش، كان كيبان في اوقات واوقات كيغيب. داكشي علاش المنتخب وهبي، الناخب الوطني وهبي غادي يلقى اشكاليه كبيره في المنتخب الوطني المغربي اللي غتكون في امريكا ان شاء الله. وكنتمناو حظ موفق المنتخب الوطني ان شاء الله في امريكا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.